الصفقة الثانية. الأهلي يتعاقد مع لاعب عالمي بأمر كولر. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين نظيفين على الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء صفقته الصيفية الثانية خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق. وكان النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع إمام عاشور من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم. وحسم مسؤول النادي الأهلي الصفقة الثانية على أن يكون الإعلان الرسمي عنها هذا الأسبوع وفقا لمحلل قناة الأهلي أحمد ثابت. وأصبح نادي الأهلي قريبا من ضم رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي بعدما حسم الصفقة وفقا لتقارير صحفية مغربية. كما أوضح المحلل أحمد ثابت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن محمد الشناوي وعلي معلول مستمران مع الأهلي ولا نية لرحيلهما عن الفريق.